السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المفضله. واش كازابلانكا غتسحب البساط من الرباط وتولي هي العاصمه الحقيقيه للكره الافريقيه والعالميه بلا منازع. حنا كنعرفوا بانها ديجا هي العاصمه ديال المغرب من ناحيه الكره تاريخيا. شحال من واحد فيكم كيسحاب ليه باللي الرباط صافي حسمات الصراع بمركب الامير مولاي عبد الله اللي رجع تحفه عالميه. ولكن بلاتي الدار البيضاء ناضت هاد الايام وبدات في مشاريع زلزاليه قلب الموازين، وحنا ماشي على اكبر ملعب في العالم اللي غيهز 115 الف متفرج اللي هو ملعب بن سليمان. لا سيدي، كازا غتعرف واحد الثوره حقيقيه حتى في الملاعب التاريخيه ديالها وملاعب الاحياء الشعبيه اللي غترجع من الجيل الجديد. في هذا الفيديو هذا غنكشفوا لكم كواليس ديال 4 مشاريع كبرى غتصدم المغاربه والعالم. ديروا لايك ويلا بينا نفككوا هاد الاوراش العملاقه ونشوفوا هاد الملاعب هادو. غنبداو بالصدمه الكبرى اللي كتعرفوها، هي ملعب الحسن الثاني الكبير في جماعه المنصوريه ببن سليمان. هذا المشروع هذا ماشي غير ملعب كره، هذه راه معجزه هندسيه بكل المقاييس. تخيل معايا هذا الملعب هذا غيكون هو الاكبر في تاريخ البشريه بسعه 115 الف مقعد. يعني فكره مانشستر يونايتد باش تبني ملعب ديال 100 الف متفرج ماتت في المهد ديالها قبل ما تبدا. دونك هذا الملعب هذا كبر من ديال مانشستر، الفكره اللي كانوا كيتمناو. الميزانيه المرصوده غتكون واحد 5 المليار ديال الدرهم، حوالي 460 مليون يورو. ومنين زارتو لجنه التفتيش في الفيفا عطاتو اعلى تنقيط بين كاع الملاعب المرشحه لمونديال 2030 بين دول المغرب واسبانيا والبرتغال، وحصل على 4.3 على 5. تصميم مستوحى من الخيمه المغربيه والمنظومه التقليديه للموسم، وشاد واحد المساحه ديال 100 هكتار. الصحافه الاسبانيه بحال جريده ماركا وصفاته بمعبد المونديال او لا الطومبل دو مونديال. والاشغال دابا راه خدامه واحد الوتيره سريعه جدا بحال شي خليل ديال النحل. الاساسات والهياكل، والهدف هو يكون واجد وصافي واجد في التوقيت ديالو. وماشي غير ملعب بوحدو، غتكون حدا الملعب مدينه رياضيه متكامله فيها ملعب الالعاب القوى كيهز 24 الف متفرج، قاعه مغطاه وقاعات مغطاه بزاف، ومتاحف وفنادق. هذا الملعب هذا غادي يكون هو المقر الجديد ديال المنتخب الوطني، الملعب اللي غيلعبوا فيه الوداد والرجاء والماتشات الكبار ديالهم. ملي كنقولوا كازا راه ما كنساوش الاحياء الشعبيه اللي كتعطي المواهب. ننتقلوا دابا لسيدي عثمان، ملعب تيسيم التاريخي اللي عاشوا مع اجيال واجيال. تم الهدم ديالو بالكامل. علاش؟ باش يتصاوب واحد الملعب من زيرو، ملعب عصري من الجيل الجديد بميزانيه ضخمه كتوصل حوالي 520 مليون درهم. ملعب تيسيما الجديد غادي يكون مغطى بالكامل بالثوب الهيكلي العصري، وبسعه كتراوح في حدود 30 الف متفرج. غتكون السعه صغيره، غتقول لي بان السعه صغيره، غنقول لكم هذا الملعب هذا مخصص للفرق المحليه وباش يخفف الضغط على ملعب محمد الخامس، ولكن المواصفات ديالو غتكون مطابقه لمعايير الفيفا والاتحاد الدولي. التصميم الاولي كيبين انه غادي يكون واحد تحفه معماريه باللون الابيض ومغطى بالكامل باش يحمي الجماهير من الشمس ومن الشمس. والاشغال انطلقت، وفي نهايه 2027 غادي يكون واجد باش يستقبل الماتشات ديال البطوله الوطنيه. الملعب الثاني اللي هو ملعب العربي بن مبارك ستاد فيليب. هذا الملعب هذا اللي كاين في قلب كازا وهو كيتعتبر عميد الملاعب البيضاويه، مهد الكره المغربيه. ملعب العربي بن مبارك اللي بزاف الناس كيعرفوا بالاسم القديم ديالو ستاد فيليب، هذا الملعب هذا تاسس في عشرينات القرن الماضي 1920 وشهد على تاريخ عميق للكره المغربيه فاش ما كانش شغاب وكان اللعب النظيف والفرجه. اليوم هذا العميد هذا كينفض عليه الغبار ديال السنين، والورش دابا راه خدام
وبدا في تفكيك الأجزاء الهيكلية والمتهالكة من الهيكل الإسمنتي ديالو، وغتوقع عليه واحد العملية ديال تأهيل وتوسيع شاملة أفقيا وعموديا باش ترفع الطاقة الاستيعابية ديالو. والتحدي الكبير هنا هو أن التصميم الجديد غيحافظ على الروح الأصلية التاريخية للملعب، ولكن بتقنيات وبمدرجات وعشب من الجيل الجديد. هذه خطة ذكية بزاف من المسؤولين باش يربطوا بين الماضي والمستقبل. الخطة ديال الدار البيضاء مدروسة مزيان، ما واقفاش غير على ملعب بن سليمان. غيكون هناك أيضا ملعب جديد في منطقة الصخور السوداء روش نوار بمواصفات دولية والمتوسطة والصغيرة، بحال ملعب تيسيما روش نوار العربي الزاوي، وخلق شبكة رياضية متكاملة بالمدينة. الشركات المغربية والمهندسين المغاربة بالتعاون مع مكاتب عالمية كيبينوا للعالم قدرة خارقة في تسيير أضخم الأوراش. كازا ما بقاتش عمارة إسمنتية وصافي، الملاعب جديدة كاملة غتكون دايرة بها مساحات، غيكون دايرين بها مساحات خضراء شاسعة، باركينغات كبار، وربط مباشر بالترامواي والقطار، قطار تي جي في والأوتوروت إلى آخره. كازابلانكا أو الدار البيضاء عاصمة كرة القدم الإفريقية كتعيش واحد النهضة كروية كبيرة غتخليها بدون شك قطب رياضي كبير، والقطب الرياضي الأول في إفريقيا. الرباط دارت ملاعب توب، ولكن كازا غتدخل بالثقل ديالها وبأكبر ملعب في العالم، وبملاعب اللي كتحتفل بالتاريخ ديالها الكروي وكترجعها للقيمة ديالها والمكانة ديالها وطنيا إفريقيا وعالميا. وصلنا دابا للسؤال ديال هذا الفيديو هذا: كيف جاتكم وتيرة بناء وتأهيل الملاعب ديال كازا؟ واش كيبان لكم بلي الملعب ديال الحسن الثاني ببن سليمان يستاهل يحتضن نهائي كأس العالم 2030 ويخطفوا من الملعب سانتياغو برنابيو في مدريد؟ خليوا لي الآراء ديالكم والتوقعات ديالكم في التعليقات، وما تنساوش كيف العادة بارطاجيو الفيديو، ديروا لايك واشتركوا في القناة إلا باقي ماشي ابوني باش توليو جزء من العائلة ديالنا الكبيرة في قناة سوف تولك. وإلا كنتو أول مرة غتشوفونا مرحبا بكم،